في حي التآخي هذا، وهو أكبر أحياء قضاء الدبس 40 كيلومتر شمال غرب كركوك، اكتمل صب الشوارع، وهذه الأعمال كانت الأخيرة. كملنا نسبة الإنجاز 100%، وحاليا نرفع الأنقاض والسواتر. عندنا بعد مناطق حي التنك، وعندنا هوارة برزة همين المشروع كامل. سمك 15 سنتيمتر وطبقة BRC مع فرش النايلون، كذلك الصب الأرصفة والأكتاف وأعمال الساقية والكربستون والبياطون لكافة الأحياء في منطقة دبس. من مخصصات صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة تنفذ أعمال تطوير البنى التحتية. المواطنون أشاروا إلى صعوبة أوضاعهم قبل عملية الإعمار، وإن مد الطرق وإصلاح الشوارع غير من يومياتهم وسهل عليهم الحركة. كان الشوارع ما تقدر تطب للحي، شوارع طين ومي. ورا 17 صارت خدمات تبليط شوارع، إسالة، كهرباء. كنا نعاني كثير من شغلة الخدمات، يعني كنا بصعوبة نصل للبيت، صعوبة الأطفال يروحون للمدرسة، وعلى هالشيء هذا هسه الحمد لله تمام و100%. المشاريع المقامة في أطراف كركوك تشهد متابعة حكومية وتقييما لرصانة العمل المنفذ. وبل بدأنا بمعية الكادر اللي عندنا في مكتب دولة رئيس الوزراء، مكتب السيد النائب، توجيه واضح وصريح. كل مقصر ماكو اعتبارات لا يمين ولا شمال، المقصر يحاسب والمحسن في عمله يثاب، وهاي حقيقة واضحة للجميع، لأنه أنت الآن هاي قضية بلد. بعد منطقة التآخي ستصل عجلة الإعمار إلى مناطق أخرى تعاني الحرمان من الخدمات. من قضاء الدبس في غرب كركوك، محمد صغيرة، العراقية الإخبارية.